اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي البيتي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وأطعم بكتير من زبادي الشركات وأوفر. طبعا لا غنى عنه في سحور رمضان. اعمليه بإيدك في المنزل وهتاكلي أحلى وأطعم زبادي ما شاء الله في منتهى الجمال. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الزبادي القمر بتاعنا ده ازاي. انا معايا كيلو من لبن الحليب. انا جايباه من عند اللبان، ده لبن جمسي كامل الدسم. انا حطيته على النار وسبته لحد ما غلى. طبعا اول ما يغلي هتروحوا مهديه عليه النار وسايباه لمده حوالي 5 دقايق يغلي كده مع نفسه، علشان الميه او السوائل اللي فيه تتبخر. طبعا ده هيساعد على تماسك الزبادي، بس اهم حاجه تكون مهديه النار علشان ما يبهدلكيش الدنيا. تهدي النار خالص وتسيبيه يغلي لمده حوالي 5 دقايق. وبعد كده هنسيبه لحد ما يبقى اللبن معانا فاتر زي رضعة البيبي كده. هنبدأ بقى نعمل الخميرة بتاعة الزبادي. انا معايا معلقة من السكر وعلبة زبادي اللي هي الحجم الصغير. طبعا دي هنجيبها بس اول مرة، وبعد كده لما تيجي تعملي الزبادي في البيت هتاخدي من الزبادي اللي انت عاملاه قبل كده حوالي معلقتين كبار، يعني يعادل حوالي علبة زبادي من الصغيرة. وهاخد كده طبعا لما سبناه بقى اللبن فاتر عمل بس كده معانا طبقة وش. طبعا هناخدها كده وندوبها في قلب الزبادي والسكر على حوالي معلقتين كده لبن لحد ما يبقى بس كده معانا القوام كده كريمي. هنقلبهم كده كويس، وبعد كده هنروح ضايفينهم على الكيلو اللبن. وهنقلبه كده كويس مع بعض. هنقلبه كده كويس عشان تبقى الخميرة دايبة في قلب اللبن كله. هنقلبه كده كويس، وبعد كده انا معايا طواجن او كوبايات. طبعا زي ما انت عايزة. هصب كده في قلب الطواجن بالشكل ده. طبعا لو في اي حاجة كده على الكوبايات او الطواجن كده هنمسحها عشان بس تبقى الشكل معانا كويس. انا معايا كده صينية او حلة حطيت فيها مية مغلية، وهنزل كده بالطواجن ورصها كده في قلب الصينية. طبعا لو هتعملي في كوبايات بلاستيك طبعا ما تحطيش ميه مغليه خالص، هتسيبيها لحد تاني يوم. يعني ممكن هتقعد معاكي 12 ساعه، هتاخد بس وقت معاكي في التخمير. هتقعد بس كده 12 ساعه من غير ميه مغليه، بس هتغطيها كويس. الميه المغليه دي بتخلي الزبادي معانا يختمر بسرعه اكتر. يعني هيقعد حوالي ما بين 6 ل 8 ساعات، انما لو مش هنضيف ميه مغليه وهنسيبه كده هيقعد 12 ساعه. كده خلاص اختمر معانا وبقى معانا متماسك بالشكل ده. طبعا عشان يتماسك معانا اكتر هدخله التلاجة يقعد بس حوالي ساعتين عشان يبقى معانا الزبادي متماسك اكتر. بس هو كده برضو متماسك كده زي الفل. كده خلاص انا خرجته من التلاجة قعد حوالي ساعتين. هنبدأ بقى كده نشوفه مع بعض. ما شاء الله في منتهى الجمال معانا الزبادي كريمي، مفيش فيه ولا نقطة مية خالص. ما شاء الله تحفة في منتهى الجمال. بصراحة احسن بكتير من زبادي الشركات واطعم واوفر بكتير. اعمليه بايدك في المنزل، بصراحة هتاكلي احلى واطعم زبادي في منتهى الجمال. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.